حاجات بلاش تعملهم مع الإكس لمّا يرجع الجزء التاني، بلاش تسألوا أسئلة مباشرة عن علاقتكم، هو أنا ما وحشتكش، هو أنا ما كنتش فارقة معاك الفترة اللي فاتت، هو أنا كذا، هو أنا كذا، أنا عارف إن أنت الفضول بياكلك، بس أنت ما تعرفش إن أنت لمّا تسأل السؤال ده، فأنت حطيت نفسك في موقف الضعيف وحطيته هو في موقف القوي، يعني لمّا بتسأل السؤال ده هو ممكن يتقل عليك أو يحس من قرارة نفسه طالما أنت سألت فأنت الموضوع فارق معاك، فهو ممكن يتقل يقول لك أنا مش عايز أجاوب دلوقتي، أو بصراحة الصراحة هتضايقك أو كذا، هو الإجابة من جواه أنتِ فارقة معايا أو عنده الإجابة حقيقية، بس هيتجنب شوية إن هو يقولها لك بشكل مباشر طالما إن أنت سألت، وطالما إن أنت في موقف الضعيف، علشان كده خلّي الكلام ده متأخر مش من بداية الرجوع، لازم تبقى هادي ورزين وكلامك على قد السؤال بتاعه، لحد أمّا هو يبدأ يتكلم معاك بطريقة direct ومباشرة، ساعتها أنت مسموح ليك إنك تسأله الأسئلة دي، لكن تسألها في البداية هتضيّع عليك اللذة الموجودة في بداية الرجوع، اللي ممكن من خلالها تثبت له قد إيه أنت قوي، ولو عايزين نكمل في السلسلة دي ما تنسوش اللايك والكومنت، باحبكم جدًا.